في إطار أعمالها الإنسانية والاجتماعية، نظمت جمعية متطوعون بلا حدود آسف يوم 5 يناير 2024 بداية من الساعة 10 ليلا خرجة ليلية لفائدة الأشخاص بدون مأوى وعابر السبيل. وشملت هذه الخرجة التي افتتحت بها الجمعية السنة الجديدة عدة أماكن بمدينة آسف يفترض أن يتواجد بها أفراد من هذه الفئة من المجتمع، يبيتون في العراء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. وشارك في هذه الخرجة 20 فردا من المتطوعين والمتطوعات، واستفاد منها 60 شخصا، منهم 43 شخصا بدون مأوى و17 من حراس السيارات الليليين، وامتدت لغاية الساعة 4 صباحا. وقد شملت تدخلات مختلفة، منها 80 وجبة أكل، منها 60 للمستفيدين و20 للمتطوعين، إضافة إلى الفواكه ووجبة شاي والحاوى وخدمات الإسعافات الأولية. وبهذه المناسبة تتقدم جمعية متطوعون بلا حدود بجزيل الشكر والامتنان وخالص الدعاء لكل من ساهم في هذه المبادرة من قريب أو بعيد، وإلى كل من ساهر على عملية التوفير والإعداد، كل واحد باسمه. كما لا تفوتنا الفرصة دون أن نتوجه بالشكر الجزيل للطاقم المكلف بالإسعافات الأولية وكل المتطوعين الذين ضحوا بوقتهم ومالهم وجهدهم. الله الحاج، مرحبا. الله سي رشيد، شكرا اخويا، مرحبا. زهير بخيرت، مرحبا. فين هو صاحبك؟ خويا محمد، خويا ربيع، يا جمال وجمال وجمال. الاخوات، جو معاك اخويا بدر. ياك هاك يسلم. واش فاي؟ سي الروق. الريحه كيشهدك شو والله، الريحه واعره. ريحه الله يجمع الجوع. اخت مايا، تبارك الله عليك، خيرت معلم.